بسم الله الرحمن الرحيم. أسدل الستار على نهائي كأس مصر لموسم 2022-2023 بتتويج النادي الأهلي بالكاس على حساب نادي الزمالك بهدفين مقابل لا شيء. المباراة فنيا من وجهة نظري الفريقين ما قدموش مستوى جيد أو كورة ممتعة. الماتش معظمه كان الأداء مش حلو، ولكن يحسب لنادي الزمالك ان هو كان افضل من النادي الاهلي الى حد ما من الناحيه الفنيه من حيث الاستحواذ. شكل بعض الخطوره، يمكن مش خطوره قويه قوي، ولكن شكل بعض الخطوره على النادي الاهلي، ومعظم فترات اللقاء كان الاستحواذ لصالح نادي الزمالك، ولكن استحواذ معظم الوقت سلبي. اهم ما في المباراه دي اللي انا شايفها ان هي حاجه كويسه جدا يا ريت نبني عليها، هي وجود روح رياضيه في الملعب وفي نفس الوقت في الجماهير. ما سمعناش اي الفاظ من الجماهير، لا شفنا روح طيبه جدا ما بين اللعيبه وبعضها في ارض الملعب، وده نجاح نتمنى ان احنا ان شاء الله باذن الله نكمل فيما بعد على هذا المستوى. النادي الاهلي قدر ان هو في اخر 5 دقايق ان هو يخطف، ودايما معروف ان باستمرار النتائج المباراة بتحتسب بالاهداف. المدير الفني لنادي الزمالك ادار المباراة بكفاءة عالية. كولر من وجهة نظري ما كانش، او ادارته للمباراة كانت ممكن تكون افضل من كده. التغييرات اثرت في الاخر، ولكن انا كان ليا وجهات نظر تانية مختلفة عنه، ولكن الحمد لله ان التوفيق كان حلفنا. بنقول لجماهير نادي الاهلي وللنادي الاهلي الف مبروك الفوز والتتويج بالكاس. بنقول لجماهير نادي الزمالك هارد لك، افرحوا بفريقكم. ان شاء الله باذن الله يكون القادم بالنسبه لكم افضل. معاكم مدير فني كويس جدا. في الصفقات اللي جايه تقدروا تعملوا صفقات تضيف للفريق، لان انتوا برضه عندكم بعض النواقص، وان شاء الله التوفيق للفريقين فيما هو قادم. بنقول لجماهير الاهلي مره تانية الف مبروك، ونقول للزمالك هارد لك وبالتوفيق للفريقين فيما هو قادم. والسلام عليكم.